ايوه. بقول لك ايه بقى، انت المره اللي فاتت قلت لي موجود ايه جوه عصير المانجا الجاهز ده اللي بيبقى باودر، والناس كلها اتخضت وعنه كانتش مصدقه مع انه مكتوب على العلبه قدامهم بس كل حاجه. محدش بيقرا يعني ماشي. دلوقتي انا عايزه اعرف ايه اللي موجود ورا التمر الهندي عشان انا بحبه، ده اكتر مشروب بحبه في رمضان. عايزه انت ايه بقى؟ سريع. البودر تاني معلش. هم ما اتعلموش. ما انا عايزه اعرف ايه بقى اللي وراه، خلينا نشوفه ايه الحاجات اللي مكتوبه ورا. حاضر. اول حاجه عندنا حمض الستريك، عارفه من المره اللي فاتت. ده خلاص ده كده كده اساسي اصلا عندك في المشروبات اللي هي البودر الجاهزه. شويه بقى فوسفات ثلاثي الكالسيوم، طبعا مش انا اللي بخترع الكلام ده ولا انا جايبه من عندي ولا جايبه من علوم الطبخ، انا جايبه من على العلبه. افتح يا جماعه اي حد بيجيب تمر هندي بودر هيلاقي الكلام ده موجود. في بقى المركب السهل اللي احنا عارفينه، ايه؟ كربوكسي ميثايل سيلول الصوديوم. كربوكسك؟ ايوه كربوكسو. حضرتك بتقول ايه؟ انت عارفه قعدت احفظ في المركب ده قد ايه؟ عارفه بيعمل ايه اصلا المركب ده؟ لا. غلط. وفي مركب تاني سترات ثلاثي الكالسيوم، هم برضه حاطينه على علبه، ما اعرفش ايه فايدته الصراحه. طبعا ثاني اكسيد التيتانيوم. ده احنا عارفين المره اللي فاتت. فاكره بقى ايه اسم المسلسل؟ استنى بالله عليك اقولها. بنحطه مع ثاني اكسيد التيتانيوم. اصفر احمر غروب الشمس او اصفر غروب الشمس. ايوه صح؟ برافو عليك. اهم حاجه بقى شويه سكر، مفيش تمر هندي من غير سكر، مع ان والله انا شربت لك ده كان من غير سكر على فكره، او كميه سكر قليله. على الاقل السكر حاجه معروف وعارفه بيعمل ايه، يعني انا فاهمه اوله من اخره. شويه بقى مكسبات طعم التمر الهندي اللي هو الاكستراكت بتاعه. اديني في القرف. لا هو ده تمر هندي بس هو مركز حبتين، الاسنس بتاعه. تصدق دي الريحه اللي انا بشربها؟ ايه ده؟ ايوه انا باكد اخر حاجه بقى شويه سكر كمان. نهاري على كميه الكميات السكر دي على فكره مش بنحطه خلاص، دي الكميات بالنسب اللي موجوده على العلبه. كل ده بقى ايه بيجيلك طبعا متقلب ومتنشف تحت ظروف ضغط وحراره وحاجات جميله صناعيه انت عارفاها. احط عليهم شويه الميه هيطلع عندك احلى تمر هندي في الدنيا. كل كميه السكر دي موجوده، كل الكميات دي بنفس الطريقه بس عشان بجد يديكي العلبه. طبعا هيفور، طبعا لازم هيفور. لازم هيفور عشان في السترك. ايوه انها تمطر. لا تمطر يا جورج. طبعا الريحه ريحه تمر هندي، الريحه تمر هندي نفس الريحه اللي بشربها. وطعمها احلى من التمر الهندي اللي انا لسه مشربه. بصراحه صح؟ بصراحه التمر الهندي اللي بره بيبقى طعمه حلو اكتر من الطبيعي، بس انا اي تشوز ماي هيلث، انا بختار صحتي. طبعا مش محتاجين نقول للناس نفس الموضوع برضو، نفس المشاكل، هيعمل طفرات، هيعلي مستوى الضغط، هيعلي مستوى السكر. كل الحاجات دي يا جماعه مواد كيميائيه مكسبات للطعم واللون والريحه، مفيش اي حاجه فيهم حقيقيه، مفيش حاجه طبيعيه، كلها هتدمر اجهزتك، هتدمر وظائفك، هتدمر اعضائك. المشكله ان هم كاتبين الكلام ده على الكيس يعني قايلين. فنتمنى ان انتوا في برنامج علوم الطبخ لما تشوفوا حاجه بعينيكم تبتدوا ان انتوا تقللوها وتبطلوها وتشربوا تمر طبيعي. طبعا طعمه اخف بكتير ومش احسن من الطعم اللي احنا بنشربه البودر، بس بننصحكم عشان صحتكم. عايز تقولي حاجه تاني؟ مفيش حاجه بتاع العلوم؟ شارع العلوم بس.